السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده من مطبخ ماما عبير جايبة لكم طريقة عمل التبولة السوري، طريقة سهلة جدًا وبسيطة، إن شاء الله هتنول رضاكم. التبولة السوري ديّة يعني طعمها جميل جدًا، لذيذة جدًا، فيها كل العناصر الغذائية اللي بتمد الجسم بكل نشاط وحيوية، وخصوصًا أولادنا حبايبنا اللي بيذاكروا. إحنا عارفين طبعًا إن السلطة شيء مهم جدًا، طبق رئيسي لازم نحطه كل يوم على الغدا، يعني حتى الناس اللي مش بتلحق تتغدى يا ريت برضه الطبق ده يكون موجود على العشا. يالّا نسمّي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. ما تنسوش بقى تحطّوا اللايك واللي ما اشتركش لسه ينزل يشترك بسرعة. أنا هاقول لكم دلوقتي مقادير الخضار اللي أنا باستخدمه، خيار وخس وطماطم و آمم معايا هنا رُمّانة، ومعايا بصل أخضر، ومعايا بقدونس، وحطيت كمان حزمة جرجير. معايا هنا بُرغل، البُرغل ده شيء أساسي في التبولة. أنا حطيت هنا كوباية بُرغل هانزل عليها بمَيّة سخنة، لازم مَيّة سخنة علشان تدوّب لي البُرغل بسرعة. أنا طبعًا نزلت بالمَيّة السخنة هنغطّيه واسيبه لغاية ما أخلّص تقطيع الخضار بتاعي اللي أنا يعني الموجود هاقطّعه. أول حاجة بابدأ الخيار، باقطّع الخيار قطع صغيّرة. في ناس بتقطّع يعني الخيار والطماطم قطع صغيّرة خالص، يعني ما بتبقاش باينة يعني، بس يعني التقطيع ده يرجع لكم أنتم، يعني طبعًا الطبق ده أنتم اللي هتاكلوه، فبراحتكم خالص، بس يعني إحنا بنقوله الأشيك لو مثلًا عندِك يعني مثلًا في عزومة وأنتِ حبيتِ تعملي الطبق ده، يا ريت الخضار يكون متقطّع تقطيع صغيّر. بعد كده أنا باقطع الخضار برضه تقطيع صغير، ومسكت طبعًا البقدونس ده طبعًا أنا غاسلاه وناقعاه كويس أوي. لازم أي خضرة تكون موجودة عندي باجيب طبق بلاستيك كده وباغسلها كذا مرّة كده، لإن طبعًا الخضرة ديّة بيبقى فيها طينة، فما ينفعش إن أنا أغسلها غسلتين وخلاص، لازم أنقعها بشوية خل كده لغاية ما الطينة تنزل كويس، واغسلها كذا مرّة كده واصفّيها علشان أتأكد إن ما فيهاش حاجة يعني. بابدأ برضه أقطّعها. أنا قطّعت هنا البقدونس وقطّعت الجرجير وقطّعت البصل الأخضر. لو ما عندكيش بصل أخضر ممكن تضيفي بصل أحمر عادي، البصل اللي إحنا بنستخدمه في الأكل عادي قطّعيه برضه قطع صغيّرة كده. في ناس مش بتحب تحط الخس، أنا حطيت الخس كابوتشي لإني أنا أصلًا باعشق حاجة اسمها سلطة، يعني مش لازم تبقى التبولة أحط فيها بُرغل وكده لأ، أنا عندي كل يوم يوميًا طبق السلطة ده على الغدا طبق رئيسي. أنا أصلًا مريضة قولون، فأنا ما ينفعش ما آكلش سلطة في اليوم، وما ينفعش في لقمة تنزل في معدتي إلا أمّا لازم آكل سلطة. السلطة دي اللي بتهضم لي الأكل اللي أنا باكله. بجد والله العظيم أنتم ممكن ما تاكلوش لا لحوم ولا أسماك ولا أي حاجة، وطبق السلطة ده يغنيكم عن أي شيء. قطّعت الخس وقطّعت هنا الطماطم برضه. الطماطم هنا باقطّعه قطع صغيّرة، يعني في ناس يعني مش بتفضّل إن هي تكتّر طماطم في التبولة، بس أنا ما كتّرتش برضه، حطّيت طماطمتين صغيّرين كده باقطّعهم برضه قطع صغيّرة خالص. وبعد كده باجيب بقى الرُمّانة الجميلة ديّة باقطّعها وباطلّع الحَبّ من جواها كده، جميلة أوي بتخلّي طعم السلطة طعمها لذيذ جدًا، جدًا، حلو. لو أنتم ما عندكمش الرُمّان ممكن الصوص بتاع الرُمّان ممكن تضيفوا يعني معلقة كده فوق الوش فوق السلطة، بيدّي برضه طعم لذيذ وبتدّي كده يعني إيه، بتخلّي السلطة مسكّرة وجميلة. خلاص أنا هنا بقى البرغل خلاص يعني بقى جاهز، باضيفه على السلطة وباضيف معلقة ملح وباضيف معلقة كمون وباضيف معلقة كزبرة.
وباضيف معلقة نُص أو ربع معلقة شطة كده بس عشان يعني إيه، يعني أحس كده إن أنا باكل سلطة حلوة، مش عايزين تحطّوا شطة ما تحطّوش، يعني هي الشطة ديّة مش حامية أوي عندي. بعد كده باضيف شوية معلقتين خَل، باعصر ليمونة، وعندي عسل هنا، عسل باحط كده يعني زي